زعيم الكواليس جا قال لك انا جيت نحمي المنتخب، انا باش نوجه رساله الى الشعب الجزائري. رئيس الاتحاديه كذب قال لكم انا زعيم الكواليس، والخروطو قال لكم يصفع القجع، وجا باش يحمي المنتخب، وهو قال لهم نشدها انا نحمي المنتخب، تحتاجوا حمايه. حمايه اليوم ما كانش. اين هو الوالد؟ اختفى نهائيا. اي مباراه نشوفوا ايطو يشوف المباريات تاعو في المدرجات، نشوفوا لقجع يشاهد في المباريات تاعو، شوفوا تاع نيجيريا صادي والو. خدمها معاهم ممكن جدا. شكون اللي دار التشكيله؟ بيتكوفيتش ولا هما؟ ممكن جدا. تساؤلات مطروحه ولا لا؟ حلال ولا حرام نتسائلوا؟ شكون اللي راه يدير في التشكيله؟ شكون اللي قال نلعبوا بدون راس حربه؟ شكون اللي قال دير 4 وسط ميدان؟ شكون اللي قال خلي عموره نغموه باش ما يماركيش؟ شكون قال؟ حافظ الدراجي علاش راك تشكي من الحكام؟ يا اخي قلتوا جبتوا لنا زعيم الكواليس يحمي البيت ويحمي المنتخب، وراهي الحمايه تكذبوا على الشعب. رانا نعانيو في وقت بالماضي في وقت صادي. كارثه. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين. ها هما بداو كيخرجوا كيضربوا بيناتهم. فاش كانوا كيربحوا كانوا كيطبلوا للمدرب وليد صادي، وفاش تقصاو كلشي تقلب عليهم باش تعرف ما فيهم ثقه وما كيرضاوش بالهزيمه. وماشي يعترفوا بالحقيقه ويقولوا نيجيريا سيطرت طول وعرض على المباراة من جميع الجوانب، ويقولوا الحمد لله اللي ما تقلوناش بالأهداف. بالعكس هما لصقوا في ضربة الجزاء والكولاسة ديال التحكيم والمدرب وليد صادي وما عقلوش عليه. الشعب الجزائري اقسم بالله الا خسرنا اقسم بالله العظيم وربي نحي لي صحتي غير صادي باع لكم الماتش. هو اللي باع الماتش هذا، وباع الماتش باسكو راه هكذا راه متفاهم على القجع. واش يحوس يولي بريزيدون تاع لاكاف، هذا هو الهدف تاعو. ديروها مليح في بالكم. والسول اللي يقدر يعاونو كي يولي لقجع بريزيدون تاع لا فيفا، هذا هو الهدف تاعو باش صادي يولي بريزيدون تاع لاكاف. وهذه مشد مد يا احمد، مد لي ونمدلك مد لي ونمدلك ليكيب واش راهو يصرا هنا في المغرب حاجه فري لازم نهضروا عليها. حنا الصحافه تاع الجزائر دخلونا كاع داخل السطاد وغلقوا علينا البيبان وتعداو علينا داخل الزون ميكس في المنطقه المختلطه، ودوكا غلقوا علينا كاع البيبان وكاين مام صحابنا اللي داوهم، ودوكا كيخرجونا الساحه ثاني طفاو علينا كاع الواوي. امليك هاي الحاله كاع ظلمه طفاو علينا كاع الواوي، وانا محتزين داخل دوك حبوا يدوا صحابنا بزاف المخزن هاكا على بالكم. ها واحد الصحفي كيمثل دور الضحيه عاوتاني قال لك دخلونا وغلقوا علينا. بالسيف ما يغلقوا عليكم. واش نتوما كنتو في نهايه المقابله بحال البهايم غير كتضربوا وتركلوا؟ خرجتوا داك الخبط اللي كان فيكم اتجاه الصحافه المغربيه، والحمد لله راكم في بلاد الحق والقانون، كل شيء موثق ومسجل بالفيديوهات، غير بلا ما تحاولوا تحطوا الباطل على المغرب. مشاهدينا، الأمن المغربي يعتقل المصورين ويمنع الصحفيين من مغادرة ملعب مراكش. تضاف إلى اعتقال أيضا واحد من المناصرين. طيب كمل تفضل. يبدو بأن هناك دوا دينونسي هذه ما سكتوش عليها. هذو الجزائريين راهم اوميسيون سي دي جورناليست. عيب وعار عليكم يا الحكومه المغربيه. واش راكم ديروا على خلفيه استفزاز؟ واش حكيم واش ياكلونا؟ حنا رانا نتكلموا الرياضه حكيم، وما توشيناش الشعب المغربي، ما توشيناش المؤسسات نتاعو. حنا تكلمنا رياضيا وما زلنا نتكلموا رياضيا. دونك انايا ولا حبيتوا ديو لا كوب دافريك ديوها رياضيين سيدي، والله غنصفقوا لكم. مي باش تعتقلوا لنا صحفيين هذا الشيء غير مقبول، هذا الشيء ناكسبتيب. وواحد ما يخوف الجزائريين حكيم كي يكونوا على ليترونجي اون ميسيون ما نخافوا حتى غير مربي، فهمتني؟ دونك هذه الاستفزازات ولي بروفوكاسيون هذو تاعهم سي با خلاص. حنا خلينا لكم المنافسه كلها. حنا ضربني وبكى سبقني وشكى، هذه المقوله هي اللي مطبقها اعلام الزيكو. قال لك المغرب اعتقل الصحافه الجزائر، كيقول له واش بغاو ياكلونا هادو يا اخو.
قبل ما تهضروا تاكدوا من المعلومه وشوفوا الفيديوهات اللي فيهم الصحافه ديالكم كتضربوا ترك الحاشاكم كالبهايم الصحافه المغربيه. والمره الجايه فاش تجي تبكي تاكد بعدا من صحه الخبر وشوف شكون اللي تعدى على الاخر. صحاب خاوه ولا للفتنه كي جاكم هذا الكرغولي. دابا هذا جا باش يشجع المنتخب الجزائري بالكم ولا جا خصيصا باش يدير الفوضى في الملعب. وشو على زعامه على التصارى ولات فيهم وصلت بهم الحقاره والنداله يسرقوا الصنفلد الامن. هاي وليتي حاس بجنابك ولو ما كانش الامن المغربي حاضر بقوه وتصدى لهاد المرتزقه اللي داخلين من الزريبه كانوا ناويين يقتحموا ارضيه الملعب ويهاجموا الحكم ويديروا الفوضى. وخاص هذا الفيديو يتبارطاجا على نطاق واسع باش يتشد هذا الكرغولي اللي سرق الصونفير ويتحكم عليه باشد العقوبات قبل ما يهرب ويولي للزريبه. كمل درس ما عارفش ماشي باش بان لي غنضرب من واحد. لا 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 غندير الحياه ديالو. أشكركم على المتابعة ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.